السلام عليكم. واش قالوا؟ نتمنى تكونوا مزيانين. في الفيديو ان شاء الله، بما ان كلشي كيقلب كيفاش انه يشد تي ان تي، اليوم في هذا الفيديو غنحاول نشرح معكم الطريقه اللي كنشد بها انا تي ان تي. اول حاجه وقبل ما نبدا، الا كان الريسيبتور قريب للتلفازه فراه ضروري انك خاصك تحيد الشارجور ديال الريسيبتور، اولا كنتي داير شي ويفي قريب للتلفازه حتى هو كتحيد الروشور ديالو. ومن بعد ما كتحيدهم، الطريقه اللي داير انا، كاين بزاف الطرق. الطريقه اللي داير انا وخدامه ليا مزيان، انني داير الكابل اللي جاي من التبصيل مبرونشيه مع التلفازه. دونك الكابل اللي جاي من التبصيل شاد به نايسات فقط، مبرونشيه مع التلفازه. غنمشيو دابا الروشيرش ونوريكم كيفاش انكم تروشيرشيو. قبل منها، باش تاكد ان التلفازه عندك كدعم تي ان تي، خاصها تكون فيها القائمه ديال دي تي في. الا كانت فيها راه كدعم تي ان تي، حيت بزاف الناس كيسولوا على هاد القضيه. غنمشيو دابا الروشيرش. ما غنديرش بحث اوتوماتيكي حيت انا عندي الترددات ديال القنوات المغربيه تي ان تي. غنمشي لدي تي في. الا كان التلفازه فيها شي كود غدير الكود ديالها. من بعد كما كتشوفوا في القناه 23 ها هو طلع لينا السينيال. في القناه 23 تردد 490 طلع السينيال مجهد بزاف. كدير لي اوكي وكتروشيرش. نعاود نرجع. كما قلت لكم في القناه 23 تردد 490 كيطلع السينيال. هنا كتشوف السينيال، كتورك على اوكي باش يطلعوا معاك القنوات. كتنتظر واحد شويه بين ما يطلعوا معاك القنوات. كما كتشوف 6 القنوات طالعين. التردد اش دي. نمشي لتردد اخر كاين، حتى هو لما خدمش معاك هاد التردد تمشي لتردد اخر. ندخل الكود، غنمشي لتردد اخر. مشي تردد 546 حتى هو فيه السينيال مزيان. وغندير ليه روشيرش، نوريك على اونطري. غنتسنى بين ما دخلوا القنوات. دخلوا 7 القنوات. كما قلت لك هاد التردد خاص بالقنوات العاديه، يعني اللي ماشي اش دي. وبهاد الطريقه بلا ما انك دير بحث اوتوماتيك وتبقى تسنى بزاف، يمكن تريقل غير بهاد الطريقه. كتمشي للترددات، كتمشي للدي تي في، كتختار القنوات، قناه 30 وقناه 23، وكتشوف السينيال هنايا لتحت. يعني يمكن لك تريقل على خاطرك. هادشي اللي كان في هاد الفيديو. بغيتو شي شرح اخر على هاد الطريقه كتبوا لي في التعليق. تهلاو في راسكم، الله يعاونكم.